الفرعون المصري او فخر العرب محمد صلاح. الايام اللي فاتت كان فيها حملات غضب ضد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي. صلاح بيواجه كميه من الانتقادات على السوشيال ميديا لعدم وقوفه مع فلسطين في ظل العدوان الاسرائيلي واحداث قطاع غزه اللي اتدمرت بسبب القصف. الشعب استغرب من سقوط صلاح، وده لان عنده ملايين من المتابعين عالميا، وكتير كان متوقع ان صلاح هياخد موقف بدعم لفلسطين او حتى ببوست دعم ليه، لكن صمت صلاح سبب حمله غضب وهجوم ضده، وخسر ملايين من المتابعين على الفيس وانستجرام في خلال كام يوم. واكتر من 1000 شخص نزل تغريده بسحب لقب فخر العرب من محمد صلاح. وواحد من اللي علق قال: متخيل اطفال من اللي ماتوا في غزه كان قدوتهم محمد صلاح ونفسهم يبقوا زيه؟ يخسر. وعلقت الاعلاميه ريهام سعيد ووجهت رساله لصلاح وقالت: بتعدي مواقف على الناس لازم يقول الحقيقه، انا كتير خسرت فلوس وجمهور عشان قلت الحقيقه، بس على الاقل كسبت احترامي النفسي ونصيحه، وصدقني الرازق هو الله. انت كنت فرصه كويسه قوي ان العالم يسمعنا. وحتى الاعلامي عمرو اديب نقد محمد صلاح نقد لازق وقال من برنامجه: ده وقت الكلام، محتاجين كلمتك يا محمد، موهبتك ونجوميتك تساعدك تعدي المرحله، الناس مستنيه منك دعم القضيه الفلسطينيه، ما تخافش، وان انت تيجي متاخر احسن من انك ما تجيش خالص. وبعد كل الانتقادات دي خرجت اخت محمد صلاح عن صمتها وردت على الهجوم اللي تعرض واكدت دعمه للقضيه الفلسطينيه. رباب اخت اللاعب المصري محمد صلاح اتكلمت عن الانتقادات من خلال ستوري نشرته على انستجرام، قالت فيه: مش ببوست ولا ستوري يا شويه ناس فاضيه عاوزه تعمل ريتش على حساب، المهم حاجه تساعدهم بجد. واكدت على تبرعه بمبلغ من المال للشعب الشقيق من خلال الهلال الاحمر المصري، ونشرت الصفحه الرسميه للهلال الاحمر المصري منشور على فيسبوك بتشكر فيه محمد صلاح، وقالت: شكرا من القلب على دعمك لأهالينا بقطاع غزة. وأكد المدير التنفيذي رامي الناظر قال إن تبرع صلاح خطوة فعلية على أرض الواقع لمساعدة ودعم القضية الفلسطينية، ووضح إن التبرع كان عن طريق وسيط من المقربين للاعب من بداية الأزمة في غزة. وبعد تبرع محمد صلاح ودعمه للقضية، الجمهور عمل مظاهرات في حب، وبعد ما الناس كانت بتنتقده الناس بقت بتوصفه بالبطل. كل الناس بتسأل محمد صلاح اتبرع بكام، وفي كلام بيقول ان اتبرع بمليون دولار، ولحد دلوقتي محدش عارف المبلغ الحقيقي. محمد صلاح نفسه ما اتكلمش عن موضوع التبرع ده، وحتى الاعلام عمرو اديب علق على تبرعه وقال مؤكد ان هو ده المنتظر من لاعب ليفربول. وبعد حاله من الجدل والانتقادات طلع الناس كانوا ظالمين، والحقيقه صلاح لعبها بذكاء، اتبرع فعلا كدعم للقضيه، لكن ما طلعش بوست ولا نشر علم عشان مستقبله الكروي في النادي الانجليزي، وان مساعداته افعال مش اقوال. ودلوقتي كل الناس اللي هاجموه فخر العرب بيوصفوه انه بطل، لكن لحد دلوقتي محمد صلاح ما اتكلمش على التبرع وما قالش لحد هو اتبرع بكام وبالظبط. وفي الاخر القضيه دي محتاجه صوت الحق، مش موضوع كلام ولا عمل ولا ما عملش. الاولى انك تبدا بنفسك، شوف انت كمان ممكن تساعد ازاي القضيه الفلسطينيه.